بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة الثانية من نسبة الأقباط في الحوادث. زي ما قلت، كل الأحداث اللي فاتت دي، الحوادث الكتير جدا اللي حصلت في الشهور الأخيرة وقبلها وقبلها وقبلها، العبارات حتى اللي غرقت، اللي تلاقي نسبة المسيحيين تكاد تكون صفر. طيب مجدي خليل، احنا قلنا الأقباط عايزين يتوسعوا، عايزين زراعة عزم، عايزين قوة في الداخل ان هم ينتشروا جغرافيا، يبقى لهم مناطق تركز، شبرا واسيوط، بحيث يبقى ليهم اماكن خاصه بيهم، تديهم دي قوه جغرافيه. فهم لقوا دي مش برضو، يعني ما قدروش يخلوا شبرا اغلبيتها مسيحيه ولا اسيوط اغلبيتها مسيحيه. ففكروا في حاجه تانية، اللي هي ايه، في ان هم يعملوا توسع في الخارج، في المهجر، وركزوا اكتر حاجه على كندا واستراليا. وبعدين اكتشفوا ان كندا واستراليا مش محققه لهم الغرض قوي، فركزوا على امريكا. لذلك تلاقي امريكا دلوقتي هي مركز التوسع القبطي، وطبعا حطوا زعيم هناك اسمه مجدي خليل، وادوا له ميزانيات هائله، وبيعمل بقى جلسات استماع في الكونجرس، وعنده موظفين، وعنده برامج على التلفزيون، حميد ولا مش عارف ايه، شعيق حاجه كده، رشيد حاجه كده، عاملين برامج بقى بيسبوا في الاسلام وبينقضوا الاسلام. يجي 20,000 قناه مسيحيه شغالين ليل ونهار على اليوتيوب، بيشتموا في الاسلام وبيسبوا في الاسلام ويتكلموا عن الاقباط ومش عارف ايه ومظلومين بيعملوا حشد للاقباط. كل ده طبعا السيد مجدي خليل هو اللي ورا كل هذا الاوركسترا. هو معين طبعا من قبل الكنيسه عشان يعمل توسع قبطي في امريكا، موازي للوبي الصهيوني، بحيث يقدر يضغط على الدوله المصريه فتحقق لهم طلباتهم اللي هم عايزينها، اللي هي ممكن تتصاعد لحد دوله قبطيه. فهنا مجدي خليل من ضمن الحاجات اللي قالها، ان قال لك ان الاخباط في مصر 20%. طيب احد مناهج الرياضيات اللي بتعرفنا الاعداد البتاع، ان لو جينا مثلا شفنا الاسود اللي بتموت، وفي اسود بتموت طبيعي، الحراس المحميه بيلموا الاسود الميته دي، الحيوانات الميته، سواء اسود او غزلان او اي حاجه. فمن خلال النسب دي بيقدروا يعرفوا هما كام اسد مقارنه بالغزلان. يعني هي طريقه، انا مش عايز اخش في الرياضيات، لكن انت عايز تعرفها بالتفصيل، اعرفها من الكتاب اللي قلت لك عليه ده، اللي هو رياضيات الحياه والموت. انك بتاخد عينتين عينه، وبعدين تبقى تعلمها، وبعدين تطلقها في وسط الاسود او وسط الغزلان او وسط اي حاجه، وبعدين تيجي بعد فتره تاخد عينه برضو وتشوف بقى اللي انت علمته قد ايه في اللي انت مسكته. فتبقى هي دي النسبه، وتكررها كذا مره لحد ما توصل للنسبه يعني في طرق كده معينه. مفروض ان انت لو انت 20% يا عم مجدي، يبقى مثلا حادثه المنوفيه اللي هم 23 قتيل دول، او 23 قتيل وجريح، يبقى في بينهم كام مسيحي؟ 4 أو 5. طب حادثه السنترال مات فيها 5، المفروض يبقى فيه واحد مسيحي. حادثه الميكروباص الثاني اللي ده المفروض 10، المفروض يبقى فيه 2 مسيحيين. مفيش. العبارات اللي وقعت مفيش فيها حد مسيحي تقريبا. احداث بورسعيد مثلا بتاعت الاهلي اللي مات 74 واحد، ولا واحد فيهم مسيحي. مذبحه بورسعيد 74 واحد، مفيش فيهم ولا واحد مسيحي. اذا انت مش ممكن تكون 20%. لو انت 20% او حتى 10%، كانت ظهرت النسبه دي في الحوادث. لان الحوادث دي عشوائيه، يعني الناس بيشجعوا الاهلي في بورسعيد، هم المسيحيين مش بيشجعوا كوره؟ لا بيشجعوا كوره. لو ما بيشجعوش كوره بقى، ما تقوليش فين لعيبه فين اللعيبه المسيحيين اللي في الدوري؟ ما هو انت ما بتشجعش بقى، مش مهتم بكره القدم. ما هو انت مجدي خليل يقول لك فين لعيبه الكوره اللي في الدوري المصري؟ طيب ففيش الا غير هاني رمزي، في واحد تاني اسمه محسن عبد المسيح، وفي واحد تالت في نادي انبي باين اي واد مسيحي، يعني في 3 4 كده مسيحيين. فبيقول لك لا احنا 20%. المفروض مثلا في فريق زي الاهلي، الفريق اللي بيبقى فيه 30 لاعب، يبقى انت عندك المفروض 5 6 لاعبين على الاقل مسيحيين في الاهلي، و5 6 لاعبين في الزمالك. في كل نادي فيه 5 6 لعيبه مسيحيين. ده مش صحيح، لان كل اللعيبه اللي في الدوري الممتاز لهم 5 6 مسيحيين. طب ازاي؟ ليه بقى؟ شوف حادثه بورسعيد، 74 مشجع ماتوا، مفيش فيهم ولا واحد مسيحي، ولا واحد. المفروض لو 20% تبقى في على الاقل 15 14 10 يا عم. ها،
5 يا عم، مفيش ولا واحد. احداث القطارات، احداث العبارات، احداث الميكروباصات الاصطدامات والحوادث المروريه، مفيش فيه حد مسيحي خالص. المسيحي الوحيد اللي ظهر في الحادثه قريه المنوفيه ده السواق، وكان مسيحي اللي هو القاتل بس. يعني هو ظهر القاتل اللي قتل دول هو واحد مسيحي. لكن هل في بنت منهم مسيحيه بتروح تجمع العنب؟ لا. القريه دي فيها حد مسيحي؟ سنابس دي؟ لا. تخيل قريه كامله، يعني انتوا لو 20% فعلا سكان في مصر، المفروض قريه سنابس دي مش ضروري تبقوا 20% في سنابس دي، لا، بس يعني علي ليكوا وجود. المفروض يبقى ليك وجود في اي تجمع. المفروض يبقى ليك، انت لو جيت في حمام سباحه مثلا دلقت شوال سكر وقلبته كده في الميه، المفروض ان انت لو جبت اي عينه ميه تلاقي فيها نسبه سكر، صح؟ لازم هتلاقي نسبه سكر، نسبه قليله كبيره بس في نسبه. انما قريه سنابس دي مفيش فيها اي حد مسيحي، مفيش ولا بنت من اللي ماتوا مسيحيين. اذا انت فعلا نسبتك مش 20%، هي يمكن 5% ويمكن اقل. وما ان انتوا اصلا متقوقعين ومش عايزين تشاركوا في انشطه المجتمع، عندكم يعني اغتراب عن المجتمع، حاسين ان مش المجتمع مش مجتمعكم، فانتوا مغتربين وماسكين في الكنيسه كده زي واحد ما ماسك في امه كده، خلاص، وخايفين وانكم تندمجوا في اي حاجه. طب انت بتقول لي الانديه ما بتاخدش لعيبه مسيحيين، طب هات لي، لو انت بقى راجل بتاع علم بقى وراجل استاذ وراجل عالم وبتتكلم كلام علمي مش كلام طائفي عنصري، هات لي الدس. ما هو انت دلوقتي الاهلي بيفتح باب الاهلي الاهلي واي نادي بيجي كده في مره كده في السنه بيفتح باب استقبال الناشئين. دي من حق اي حد يقدم، اي حد، ما فيش ما يمنع من انك تقدم. تتعمل اختبارات ويتم اختيار اللعيبه الناشئين. هنفترض ان حسب كلام مجدي خليل ان اللي بيختاروا اللعيبه ما بيختاروش مسيحيين، هنفترض ده افتراض. طب هات لي بقى نسبه اللي قدموا. ده بيقدم مثلا 10000 ناشئ في الاهلي، المفروض حسب كلامك يبقى في ال 10000 دول في 2000 منهم طفل مسيحي. عندك احصائيه بكده؟ هات لي، اطلب من الاهلي من حقك، قول لي هات لي اسماء اللي قدموا السنه اللي فاتت واللي قبليها واللي قبليها. دي دراسه من حقك تعملها، من حقك تعملها. ولو هم اعترضوا يبقى هم غلطانين. هات لي عدد اللي قدموا في الاهلي، عدد اللي قدموا في الزمالك، تقريبا مش هتلاقي حد مسيحي. طب هم ما قدموش، انت الاهلي هيروح لهم من البيت، يجيبهم من البيت من الكنيسه يقول لهم تعالوا العبوا؟ الفيصل بيني وبينك، هات لي نسب اللي قدموا، اللي تقدموا عشان يكونوا لعيبه. لو انت جبت لي النسبه ولقيتهم 20%، يعني في ال 10000 لاعب اللي الناشئ اللي قدموا، انا ما اعرفش كام، انا بفترض يعني، بس هم الوف، انا عارف انهم الوف. لو في ال 10000 ناشئ دول لقيت مثلا 2000، يبقى 20%، عندك حق. يبقى ازاي انتوا يا جماعه يا اهلي جاي لك 10000 منهم 2000 مسيحي ما تاخدش ولا واحد مسيحي؟ انا معاك، يبقى عندك حق. يبقى الاهلي في عنده مشكله عنصريه دينيه، والزمالك والانديه عندك لا، ولازم تتحل، لازم تتحل، لازم يتحط في وزاره الرياضه تحط في اللجان دي عضو مسيحي، بحيث مهمته التاكد من ان موهبه ما بتترفضش علشان انه مسيحي. ودي سهله جدا، ان اللاعب ما يتكتبش اسمه، ياخد رقم. يعني انت مقدم في الاهلي، بياناتك تبقى لوحدها كده في كشف، في رقم سري، كشف سري كده ما حدش ليه دعوه بيه خالص، وانت تاخد رقم بس. انت رقم واحد، انت رقم 1000، انت رقم 2000، انت رقم 5000، رقم 6000. وتتم الاختبارات بحيث ان اللي بيختبره ما بيبقاش عارف اللاعب ده مسيحي ولا مسلم، فهيضطر يختار على اساس الايه؟ على اساس الكفاءه والمهاره. من حقك، انا معاك، بأيدك، لاننا محتاجين كل المهارات. يعني ليه اكيد في بين المسيحيين لعيبه حريفه جدا. طب ما كان عندنا هاني رمزي لاعب حريف كويس كده، ومحسن عبد المسيح كان لاعب كويس جدا. انا مش ضد ده، بس انت ما تجيش انت تقولي انا ما بقدمش اصلا، المسيحيين ما بيقدموش وعايز يبقى نسبتهم في الاهلي 20%. طب انت ما قدمتش. وبعدين ادي قلت لك اهو، الحوادث دي مفيش فيها اي حد مسيحي ازاي؟ اذا نسبه الوجود المسيحي في مصر اولا نسبه خاطئه، هي حوالي 5% زي ما الجهاز المركزي للمحاسبات قال. ثانيا